من كابتن محمد أبو تريكة على بيع وسام أبو علي والاستفادة المادية والمبالغ الضخمة اللي قدر ينجح فيها إدارة النادي الأهلي في دخولها للنادي الأهلي. وكمان رد على الزملكاوية اللي بيقولوا إحنا بنبيع اللعيبة علشان الفلوس، حيث قال تريكة تصريح ورد قوي جدا جدا يا أهلاوي. الأول يا أهلاوي يا عظيم ارزع اللايك، أيوة ارزع اللايك المتين واسمع تريكة قال تصريح خطير، حيث قال تريكة بيع وسام أبو علي ده أكبر دليل إن الهجوم على الأهلي بيكون من غير أي منطق ولا مبرر عقلاني، إنما مجرد ترندات. واحد بيصحى الصبح بيطلع في دماغه يهبط فكرة فتلاقي ناس كتير بترددها على السوشيال ميديا والبرامج. من سنتين بس كان جمهور المنافس بيقول هو ازاي الأهلي اللي بيحقق كل البطولات دي وزعيم أفريقيا واللي بيكسب الهلال السعودي وبالميراس واتحاد جدة لعبته مش بيجي ليهم عروض، ولاعيبة الزمالك هي اللي بتمشي وبيجي ليها عروض، وان دي مؤامرة كونية. تفكير كده ما يختلفش سعادتك عن موضوع الاهلي سايب كل حياته وعايش على منع انتقال حامد حمدان من بتروجيت للزمالك علشان دي الصفقة اللي هترجع الزمالك ياخد افريقيا بعد غياب ربع قرن. صفقة وسام ابو علي رد لان وسام نموذج لفكرة ان لعيبة الاهلي بيجي ليهم عروض، يعني محمد شريف وعبد القادر وحمدي فتحي وديانج دول لعيبة طلعوا فيهم اللي رجع وجات له عروض تاني زي ديانج، شوبير والشناوي جالهم عروض، وكوكا جاله عروض، وامام عاشور عنده عروض، وحسين الشحات وقت التجديد كان عنده عرض، وتقريبا مفيش لاعب في الاهلي ما كانش في اهتمام بيه من اندية خارجية لضمه. بس الفارق ايه؟ ان الاهلي مش بيفرط في اللاعب بسهولة، انت مش نادي استثماري ولا اكاديمية للفرق التانية، انت نادي بطل فبتبيع فقط في الظروف اللي بيبقى صعب معاها عدم البيع. والدليل ان مفيش نادي ممكن يكون قطاع كبير من جمهوره شايف ان حلو قوي المبلغ ده سيبوا اللاعب يمشي ونستفيد، ويبقى النادي بيعلن تمسك باللاعب ثم انه مش هيبيعه الا بارقام كبيرة. وده اللي حصل مع وسام، ان الاهلي باعه ب8.5 مليون دولار في الوقت اللي كان اصلا الاهلي مش في دماغه خالص فكرة البيع. نفس الوضع منعم الموسم اللي فات، رغم انه كان عقده هيخلص الاهلي تمسك ب5 مليون دولار وما وافقش الا مع وجود الرقم زي ده. وبالمناسبة معلومة، في الصفقتين الاهلي ما كانش هيبيع لو اللاعبين عندهم الرغبة يستمروا، وكان عادي جدا هيسيب 14 مليون دولار علشان احتياج الفريق الفني. وعشان كده القاعدة بسيطة، اي لاعب مميز هيجي له عروض، بس انت التفريط في نجومك قاعدة، انما انا التفريط فيهم استثناء. والاصعب اقتصاديا انك تفقد لاعبين زي بن شرقي وفرجاني وزيزو كمان ببلاش بدون استفادة مادية، في الوقت اللي الاهلي بيدخل 8.5 مليون دولار من لاعب واحد. وطول ما انت مش فاهم قواعد اللعبة كفلوس هتفضل تخسر وتتفرج وتستهلك طاقتك في اي نظرية مؤامرة تستر بيها نفسك.